اي واحد يحاول يتعامل مع حوارات المصيف في مصر انها مجرد مشاكل بلاج ونظافة وخدمات يبقى بيسطح كتير من المسألة. مشاكل المصيف اللي بتحصل في مصر كل سنة ما هي الا انعكاس لتغير الخريطة الاجتماعية في مصر. بيئة مصطلح دخل حياتنا في اول الالفينات كلنا بنقوله وبنتصرف على اساسه، بس ما نحبش نتناقش فيه بجد علشان ما يتقالش علينا عنصريين، والحقيقة ان احنا لازم نتكلم فيه ونناقشه بجد لان هو مسمم عيشتنا. ممكن نقول باختصار انه دليل على ان كل طبقات بتبص للطبقة اللي اقل منها، او حتى كل شريحة في نفس الطبقة بتبص للشريحة اللي بعدها على انها مش بالرقي الكافي. الطبقة العليا طول عمرهم فاصلين نفسهم نسبيا، يعني مش تماما، ودي حاجة ما تعتبرش جديدة. اللي جد بقى في الالفينات ان الشريحة العليا في الطبقة المتوسطة ابتدوا يحسوا ان الشريحة الاقل منهم هم محسوبين عليهم طبقة متوسطة، مزنوقين معاهم في نفس اماكن السكن والفسح، بس هم سيمي شعبيين، والشريحة الاقل بيبصوا للي بعدهم على انهم سرسجية. انا هنا مش بقول مين صح ومين غلط، انا بأقر وضع موجود. تعقيد كلمة بيئة انه حسي اكتر منه مادي، يعني ممكن واحد يبقى اغنى منك بكتير وانت شايفه بيئة، لابس سنيهات بس طريقة كلامه بيئة. في رأيي من الحاجات اللي بتقيس صحة المجتمعات هي قدرة الناس على التواجد مع بعض في الاماكن العامة. اوروبا، امريكا، ماليزيا، الهند، على اختلاف ثرواتهم وهيئاتهم قادرين ان هم يعيشوا مع بعض. كان بيلفت نظري جدا في العشق الممنوع ان عدنان بيك هذا الرجل الثري فحت قادر عادي ان هو يمشي وسط الناس ولا متزرزر ولا زهقان ولا شكله مختلف كتير عن الناس حواليه، ولا حد بيقول له باشا صباح الفل. في الوضع ده ممكن نقول ان المشاكل اللي بتخلي الناس تخاف تنزل مكان معين او تصيف فيه بتنقسم الى نوعين. مشاكل ليها علاقه بالفوضى، الزحمه، التحرش، الالفاظ، المعاكسات، الزباله، التسول، والمشكله الاعقد اللي هي انا معايا ناس مش شبهي. فبعد كل ده بقى تعالوا نتخيل ان سنه 2000 فضلت اسكندريه وضواحيها، المعموره والعجمي والمنتزه هم المصيف الوحيد في مصر وما كانش فيه ساحل شمالي. كان ايه اللي هيحصل؟ في بدايه الالفينات مع حدوث تغييرات اجتماعيه وثقافيه ابتدت تحصل عدد من حوادث التحرش في البلاجات وعلى الكورنيش. ناس كتير شافت ان ما هو شباب محروم برضه وشايف قدامه بنات لابسه قط، يعني هيعمل ايه واحد قاعد لسن 16 سنه ما اتجوزش؟ حرام. وناس تانية شافت ان لا دي كمان حاجه كويسه لان ده شباب ده محامي وقرر ان هو يحارب الرذيله بالرذيل. والاتنين ما تسمع لهمش لان الناس المهمه والاي كلاس كانوا لسه بيصيفوا في اسكندريه ومن مصلحتهم ان هم ياخدوا راحتهم، فاتعملت كاميرات في كل الشوارع وانتشرت حملات امنيه في كل مكان واتعمل امن مدني على البحر على غرار اللي كان موجود في بلاج الفردوس في العجمي، واللي كان بيتعدى حدوده كان بيتمرجح. نفس الكلام انطبق على التسول وعلى النظافه، يعني اي حد بقى يرمي زباله في اماكن غير المخصصه ليها بقى يتفرض عليه غرامات حراقه، وكانت في عربيات بتفوت تلمها صبح وليل. فنقدر نقول في هذا السيناريو ان اسكندريه رجعت للصوره القديمه اللي الناس متعوده عليها فيها، مدينه ساحليه جميله رايقه نظيفه منضبطه، لان عدم وجود بابل اجبر الحكومه على انها تحجم الفوضى. نيجي للقصه الاصعب، انا حواليا ناس مش شبهي. في السنين الاولى من الالفينات كنا عايشين زي ما كنا عايشين طول عمرنا في شواطئ العجمي والمعمور، لكن ابتدت الفروق تزيد بين شرايح الطبقه المتوسطه لا لشيء الا لان الدوله ما وفرتش نفس الفرص في التعليم والوظائف والمرتبات وظروف المعيشه. الطبقه الوسطى كانت متعايشه مع ده رغم ادراكهم كل يوم ان لا يا جماعه الناس تعبانه واحوالها بتسوء. لكن الاي كلاس مع دخول جمال مبارك وشلته ابتدت ثرواتهم تزيد جدا وتتوفر لهم رفاهيات اكبر بكتير، فكان طبيعي جدا ان هم يحسوا ان لا الكلام ده مش لازمنا والعيشه دي مش عجبانا والناس دول مش من مقامنا، احنا عايزين ناس تانيين شبهنا. الاول اجروا بلاج حق انتفاع، تذكره الدخول فيه ب 100 جنيه وده كان رقم جامد وقتها، والاسره باربع افراد مثلا فب 400 جنيه، وتخيلوا ان الرقم الكبير ده هيبقى الحل. بس فوجئوا ان في ناس تقدر تدفع بدل ال 100 1000 جنيه في التذكره وبرضه مش شبههم. ما احنا اتفقنا كلمه بيئه مش بالفلوس. ثانيا المصيف مش بحر بس، المصيف سهر، تمشيه، شوبينج، اكتيفيتيز مختلفه، فحتى لو خدوا بلاج وصدروا المساحه اللي قدامه زي تيفولي دوم كده ما هم ستيل محبوسين في مساحه 200 متر. في سيناريو الساحل الشمالي هم كان عندهم قريه كامله متقسمه لملاك شاليهات ومستاجرين وامن يقف يرازيك على الباب، انما اسكندريه دي مدينه سكنيه هيعملوا ايه؟ هيمشوا الناس ازاي؟ فوجدوا ضلتهم في المعموره، مدينه فيها بلاج لذيذ وعدد السكان فيها مش كتير. فميل رجل الاعمال عصام عزت مرتضى على جمال مبارك وقال له احنا ناخد بلاج المعموره حق انتفاع لمده 100 سنه، اما عن السكان
تمشيهم، ناس تاخد فلوس وتتراضى وتمشي، وناس تاخد في اسنانها وتمشي برضه. فدخلت الجرافات هدت البيوت واخلت الناس في مشهد حزيني يقطع القلب، والبيوت اللي اتهدت كمان اتبنى مكانها فيلل فخمه جدا او عمارات من العاليه قوي دي. وتحول اسم المدينه الى معمورة البورتو ديل موندو. ما هو لازم اي مصيف ابن ناس يبقى اسمه يا ايطالي يا اسباني، ما تفهمش ليه. منطقي ان قامت حمله شرسه على اللي حصل ده في الجرايد، رد عليها احمد عز باننا بنحاول نرقي المعموره علشان تبقى زي نيس الفرنسيه. المهم بعدها ظهرت لهم المشكله تاني، ان احنا مش عايزين نعيد تجربه البلاج اللي عملناه حق انتفاع وفي الاخر دخلنا ناس مش على مزاجنا، وقرروا يعملوا لجنه في السر شغلتها انها تعمل انترفيو علشان يضمنوا ان اللي هيدخل يبقى شبههم. معايير القبول كانت محل السكن، مدارس الولاد، السينيهات، وكان في رول غير مكتوب كده بتجنب الاسر اللي فيها محجبات. معموره الموندو ديل بورتو ما عدتش تسمع فيها بقى لا ايهاب توفيق ولا هشام عباس ولا اغاني المصايف بتاعتنا دي، واستبدلوها بالاغاني اللاتن، واتعملت فيها فروع لفندي ودي ستور وليمون تري. بعد ظهور عمرو خالد وانتشار الحجاب بمعدل كبير، ابتدت تزيد نسبه المحجبات اللي في الاي كلاس وابتدوا يلبسوا بوركيني. بس في الحاله دي بقى ما بقتش مشكله، لان احنا عارفين اصلهم وفصلهم وانهم شبهنا. مشكله البيكيني والبوركيني بتاعت كل سنه دي مشكله طبقيه، بدليل ان اول ما هاديه غالب عملت مايو اي كلاس وابن ناس المشكله اتحلت وبقت في ممثلات مش محجبات بيلبسوه عادي جدا. على قولة وحيد حامد، مصر ما يستخباش فيها سر اكتر من سنه، فحكايه اللجنه اتعرفت وكان وقعها اشد من الساحل الشمالي لما تاسس في الحقيقه بكتير، لان الساحل كان متداري في البدايه ورا قناع ان ده مكان جديد وطبيعي ان الناس الاغنياء حظوظهم اكتر فاشتروا فيلل هناك، وكلنا كنا فرحانين بمارينا وبنحاول نروحها. انما المعموره الموندو كان داخل من البدايه دخله واضحه وصريحه انه بابل، في ناس عايزه تعزل نفسها فيه عن الباقيين لان بقيه البلد بتتداعى. ده غير انه ضرب قلب المدينه في مقتل، فبقى مصيف شرير بالمعنى الحرفي للكلمه. وده خلى فكره حاله الناس الماديه والاجتماعيه والتعليميه والثقافيه وفكره العيش المشترك من الاخر محل اهتمام كل المفكرين والمثقفين في كل وسائل الاعلام. واتعملت في الحكايه دي افلام كتير، منها مثلا اغسطس الاسود لخالد صالح عن اسره من الطبقه المتوسطه بتحاول تهاجر هجره غير شرعيه للموندو ديل بورتو، وعملوا علشان ده كل المحاولات من اول رشوه الحراس لحد تفييك الكارنيهات. وبعد فشل كل المحاولات دي حفروا نفق تحت الارض من المنظره للمعموره الموندو ديل بورتو، وبعد ما وصلوا يا عيني ورغم انهم كانوا جايبين لبس فيرست كوبي محترم جدا اشتبهوا فيهم وعرفوا انهم ناس عاديين ورحلوهم متكلبشين لاسم سيدي جابر. والفيلم الكوميدي اللجنه من بطوله ميرفت امين، عبله كامل لبلبه، وبتدور احداثه حوالين 3 سيدات عضوات في اللجنه المسؤوله عن اختيار الاعضاء في المعموره الموندو ديل بورتو، وبتقع الكوميديا بقى في الخلافات اللي بتحصل ما بينهم حوالين مين يدخل ومين ما يدخلش. زي ما اتكلمنا في البدايه، المصيف ما هو الا انعكاس لحاله البلد والناس، وبالتالي حتى في هذا السيناريو يعني اسكندريه ما اتبهدلتش قوي، ولكن وصلنا برضو لفكره البابل، لان الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه للناس من اول الالفينات لحد النهارده ما اتغيرتش، واللي جرى على المصيف جرى على الكومباوندز والمدارس الانترناشونال وكل اشكال البابلز او الفقاعات. الجريمه هنا مش في ان في ناس عايزه تعيش احسن، ده الطبيعي. الجريمه اننا لما ابتدينا نحس في اول الالفينات ان البلد ابتدت تتداعى وتتبهدل، كالعاده لجأنا للمسكنات مش للحلول، وما حاولناش نصلح البلد، لا احنا عملنا لنفسنا وطن بديل بعد ما رمينا طوبة الوطن القديم. فلو ما كانش فيه كومباوندز مثلا كانت الناس هتبقى مجبرة ان هي تلاقي حلول لمشاكل المرافق والمرور والنظافة وغيرها، وكانت كتير من احياء الطبقة المتوسطة مش هتقع وتبقى احياء شعبية. في السيناريو ده المشاكل ما اتحلتش، ولكن فكرة الوطن فضلت موجودة، والبابل كان داخل بيقول انا بابل واضح وصريح، وبالتالي قدرنا نتكلم في مشاكلنا على الاقل، يمكن في يوم من الايام نقدر نحلها. شكرا يا جماعة، اشوفكم في سيناريو اخر.